الساعة 9 الصبح وصلت المساعدة اللي بتنظف البيت فاتفاجئت بأسوأ مشهد شافته في حياتها. شافت الأب والأم وبنتهم مقتولين والجثث في كل حتة في البيت. فبلغت الشرطة على طول وبدأوا يحققوا في القضية. البيت كان متبهدل والحاجات مرمية في كل مكان كأن في حد بيدور على حاجة. لما شرحوا الجثث المحققين توقعوا ان اللي حصل كالآتي: إن الأم وبنتها رجعوا البيت الأول والبنت دخلت المطبخ واتضربت بالنار في دماغها من ورا وهي في المطبخ من غير ما تشوف القاتل. ولما الأم سمعت صوت الرصاصة جريت على المطبخ وشافت القاتل. الأم حاولت تهرب فطلعت تجري بس ما لحقتش لأنه ضربها بالرصاص في ظهرها وبعدين ضربها تاني في وشها علشان يتأكد إنها ماتت. بعدها بنص ساعة الأب رجع فالقاتل ضربه هو كمان بالرصاص في دماغه من ورا. وده لأن الأب وبنته كانوا واقعين على وشهم لكن الأم كانت واقعة على ظهرها. بعد ما فحصوا البيت وسمعوا شهادة الجيران وصلوا لحاجة مهمة. الأسرة كانت غنية، كانت ثروتهم حوالي 8 مليون دولار، لكن اللي حصل لهم ما كانش عملية سرقة، كانت جريمة قتل مدبرة، والقاتل حاول يبينها كأنها عملية سرقة. الغريب إن الجيران ما سمعوش صوت الرصاص اللي اتضرب على الأسرة. الأسرة كان عندها ابن بيدرس في مدينة تانية وكان هو أمل المحققين علشان يحلوا القضية. الابن اسمه دنا، وفي الوقت ده كان هو وخطيبته بيصيفوا في شاليه الأسرة. لما الشرطة كلمته وبلغوه باللي حصل لأسرته ما كانش مصدق اللي بيسمعه وجات له صدمة. على بال ما يرجع دنا المحققين كان بيدوروا على أدلة ففتشوا البيت حتة حتة. البيت ما كانش فيه بصمات ولا أدلة وده معناه إن القاتل كان عنده وقت كافي إنه ينظف وراه. ولقوا رصاصة عيار 9 مللي مضروبة في قصرية ورد في الجنينة. وفي أوضة الأب لقوا علبة ذخيرة عيار 9 مللي الأب كان شاريها. وكان في رصاص ناقص من العلبة فيا ترى مين اللي استخدمه الأب ولا القاتل. ولقوا على هدوم الزوجة ريش صغير خالص لونه أصفر بس لحد دلوقتي ما كانوش عارفين ده عبارة عن إيه. تقرير الطب الشرعي قال إن الرصاصات اللي استخدمها القاتل كانت محنية بشكل غريب. كل الألغاز دي كانت هي نفسها الأدلة اللي هتحل القضية بعد كده. لما الابن رجع المحققين سألوه إذا كان بيشك في حد ولا لأ فقال لهم لأ. فقرر المحققين يمسكوا واحد واحد من الأسرة ويتحروا عنه علشان يعرفوا إذا كان ليه أعداء ولا لأ. بالنسبة للأب والأم والابنة فما كانش في حاجة غريبة في حياتهم وبكده ما يتبقاش غير الابن دنا. لأن دنا هو المستفيد الوحيد من اللي حصل لأنه هيورث لوحده. لما سألوا أصحابه عنه في الجامعة قالوا عليه إنه مغرور وبيحب يتفاخر بثروته. وعلى الرغم من كده إلا إن أقرب صاحب لدنا هو شاب فقير ومفيش بينهم أي حاجة مشتركة. الشاب الفقير ده كان اسمه جول وكل أصحاب دنا كانوا مستغربين من علاقته بيه. لما اتصل المحققين بجول علشان يسألوه عن اللي حصل للأسرة كان رده عليهم غريب. قال لهم انتوا عاوزين ايه مني؟ عاوزين تقبضوا عليا؟ كان رده غريب بالنسبة للمحققين لأنه أصلا ما كانش مشتبه فيه، فهل ممكن يكون هو فعلا المسؤول عن اللي حصل؟ فقرروا يستجوبوا جول ودانا كل واحد لوحده. أثناء استجوابهم كل واحد كان بيحاول يبين إن علاقته بالتاني علاقة سطحية. ولما سألوا جول كان فين وقت الجريمة قال لهم إن كان في ورشة عربيات. بس لما سألوا الناس اللي شغالين في الورشة اللي قال لهم عليها قالوا إنه ما كانش موجود في الوقت ده. فزادت شكوك المحققين في جول خصوصا بعد ما كتب عليهم. واتصدم دانا صدمة كبيرة لما محامي الأسرة أعلن عن وصية الأب، لأن الأب وصى بإن ابنه دانا ما يورثش حاجة قبل سن ال30. لما دانا سمع وصية أبوه اتنرفز جدا وضرب المكتب بإيديه وقال ليه يعمل فيا كده. الكلام ده كان بعد أسابيع قليلة من الجريمة، يعني المفروض إنه يكون حزين على أسرته مش فايق للوصية أصلا. الأغرب من كده إنه عزم صحابه في البيت ولسه دم أسرته في المكان. المحققين بدأوا يشكوا فيه بسبب تصرفاته اللي ما فيهاش أي مظاهر حزن على أسرته. واتفاجئوا لما عرف إن دانا خلى جول صاحبه يعيش معاه في البيت على الرغم من إن جول من مدينة تانية بعيدة. وطبعا ده بيكشف كذبهم في التحقيقات لما قالوا إن علاقتهم ببعض سطحية. المحققين بدأوا يراقبوهم فاكتشفوا إنهم بياخدوا دروس تعليم طيران مع بعض. الغريب بقى إزاي جول دفع تمن الدروس دي وهو من أسرة فقيرة وكمان مش بيشتغل.
فاكتشفوا إن دانا هو اللي بيدفع لجول تمن الدروس وكمان بيديله فلوس كتير. بس ازاي برضو دانا يكون معاه الفلوس دي كلها وهو مش بيشتغل كمان، وممنوع من الورث لحد ما يتم سن ال30؟ اتضح إن جدة دانا مريضة وهو اللي بيشتري لها الدواء وبيتحكم في فلوسها. فسرق فلوس جدته اللي كانت حطها وديعة في البنك وبقى يصرف منها. بعد فترة سافر جول لأسرته، لكن كان بيتواصل مع دانا ولكن بحذر. المحققين استغلوا إن جول كان بيتصل من تليفونات الشوارع في وقت معين، فبعتوا شرطي متخفي كأنه بيعمل مكالمة من التليفون اللي جنبه ويسجل لجول. وفي مكالمة من المكالمات طلب جول من دانا فلوس علشان ال3 تيشيرتات. المحققين توقعوا إنها رسالة مشفرة، وإن ال3 تيشيرتات دول هم الأم والأب والابنة. وعدت سنة من غير ما يظهر أي دليل ضدهم، لكن بعد كده حصلت حاجة ما كانوش يتوقعوها. اتكتب خبر في جريدة من الجرايد بيتكلم عن الجريمة دي وبيقول إن جول ودانا مشتبه فيهم. بعد الخبر ده خاف جول ودانا وتصرفاتهم اتغيرت ومبقوش يخرجوا من البيت. فالمحققين استجوبوا أصحابهم تاني، وفي المرة دي عرفوا من حد فيهم معلومة مهمة، إن في مرة اتبعت لجول طرد، فطلب جول من صاحبه اللي استلم الطرد مكانه إنه ما يفتحوش لحد ما يجي هو بنفسه وياخده منه. لكن صاحب جول كان فضولي ففتح الطرد وشاف اللي فيه واتفاجئ من اللي شافه. الطرد كان فيه كتب، واحد منهم بعنوان كيف تصبح قاتلا والتاني كيف تصنع كاتم صوت. زادت شكوك المحققين فيهم فقرروا انهم يحطوهم تحت ضغط علشان يكشفوهم. فراح 2 من المحققين لدانا في السكن الجامعي بتاعه، فهو اتفاجئ وسألهم عن سبب الزيارة. قالوا له انهم عاوزين يبلغوه بآخر اخبار القضية، بس هو رفض انه يتكلم الا في وجود المحامي بتاعه. اعتذروا له عن زيارتهم وقاموا علشان يمشوا، بس قبل ما يمشوا قالوا له انهم عرفوا ان جول هو القاتل. هزلهم راسه بهدوء وقفل الباب وراهم وخد عربيته ومشي بسرعة. وطبعا هو كان متراقب، فالمحققين شافوه وقف بالعربية ونزل كلم جول من تليفون في الشارع. وبعدها جول خرج بعربيته وراح مطعم وقعد يتكلم مع الجرسون. اتضح بعد كده ان الجرسون ده اسمه جاك، وانه هو وجول كانوا اصحاب وهم صغيرين، فحققوا مع جاك. سألوه ان كان عنده سلاح ولا لا، فقال لهم وقال لهم على انواع السلاح اللي عنده وعياراتهم، بس ما كانش من ضمنهم سلاح عيار 9 مللي. عرفوا انه بعد كده اشترى بندقية عيار 9 مللي، فرجعوا يستجوبوا تاني. قال لهم ان البندقية دي اتسرقت من عربيته، فعملوا تحريات عن الموضوع علشان يتأكدوا من كلامه. لقوا ان فعلا في بلاغ بسرقة البندقية، واكتشفوا كمان حاجة مهمة بخصوص جاك، ان في يوم من الايام ادى دانا مبلغ معين لجول، فراح جول ادى المبلغ ده لجاك وكان المبلغ نفس تمن البندقية. المحققين اشتروا بندقية شبهها وحطوا فيها كاتم صوت زي ما الكتاب اللي اشتراه جول ما بيقول. الكتاب بيقول إن كاتم الصوت ده بيتصنع من كرة التنس، وده فسر للمحققين سبب وجود الريش الصغير الأصفر اللي لقوه على هدوم الأم. وكمان عرفوا إن سبب انحناء الرصاصات هو كاتم الصوت اللي اتحط في البندقية. قبضوا على جاك وضغطوا عليه علشان يعترف، وفعلا اعترف بحاجات ما كانوش يتخيلوها. قال لهم إنه اشترى السلاح لجول، وإن جول قال له بعد كده إنه قتل بيه 3 أشخاص. وقال له إنه حلق شعر جسمه كله علشان ما تقعش منه شعرة يعرفوه منها بتحليل الDNA وتكون دليل ضده. وكمان قال إن جول طلب منه إنه يفك البندقية ويرمي كل جزء في مكان. فأخدوه وراحوا للأماكن اللي هو قال لهم عليها، وفعلا لقوا أجزاء البندقية، وبكده بقى عندهم دليل قوي. قبضوا على جول ودانا، لكن المحامي بتاع دانا قال إن مفيش أدلة قوية ضده. وبعد محاكمة طويلة اتحكم على الاتنين بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط عنهم. القصة دي كانت لعائلة أيول في أمريكا سنة 1992. ما تنسوش إن دعمكم دايما بيفرق باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس.